السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. معكم دياب. برشلونة تنتصر على بروسيا بنتيجة 3-2 على أرضها. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونفتح كل يوم لايف نتكلم ندردش مع بعض. مباراة كانت قوية جدا، مباراة كان فيها أحكامات كتيرة، بس كان في شوية تغيير حصل. التغيير ده غير الماتش كله، وأنا بصراحة ما كنتش متوقع كده. أنا قلت إن خلاص برشلونة بالنسبة لي كده خلاص. لو انت حضرتك منزل لي توريس يعمل ايه؟ بس يشاء القدر ان يكون توريس هو اللي يخلص اللقاء لصالح برشلونة، ان يكون توريس هو اللي يسجل هدفين. انت متخيل يا جماعة توريس ينزل مع الدكة علشان يسجل؟ دي حاجة جديدة شوية على توريس، اللي هو توريس ده احنا عايزين اصلا نشوف مهاجم تاني، لا هو ينزل يقول لك انا موجود. بس هل اصلا توريس الشكل ده اللي توريس ماشي بيه ده، هل اصلا في فرقه هتروح تقول له انا عايز امضي معاك، انا عايزك تيجي معايا؟ انا شايف ان برشلونه ممكن يلبس ويجدد تاني لتوريس. وتوريس بصراحه ماشي الماتش ده وكويس جدا، هدفين وهو اللي كسب برشلونه. وكان تغيير كده اللي هو انت متخيل بقى تخرج رافينيا وتخرج ليفاندوسكي، وتغييرات حصلت، ونزلت ديونج وتوريس وتغييرات تانية برضو. بس انت حته برضو توريس، انت ايه يا ابني في ايه؟ وبرضو هتكلم في حته حراسه المرمى بينيا. اللي انا بجد انا قلت ان انا هتكلم عليه في كل فيديو، او كل حاجه هعملها على برشلونه هتكلم عليه فيه. هو شال كوره حلوه جدا، بس ده ده الطبيعي بتاعهم على فكره، دي الطبيعي بتاعت مدرسه برشلونه، اللي هي تلاقيها شبيهه جدا، اللي هو شبه جدا تريتشيجن، شبيه في الستايل بتاعه. مدرسة برشلونة كلها شبيهة في الحتة دي، اللي أنا شايفها جدا ولازم برشلونة تحاول تجيب حارس يقدر يشيلها في ماتشات تقيلة. طبعا كسبت فريق كبير زي بروسيا اللي كانت معاك نفس النقط بتاعتها بالظبط، متعدين في النقط، واللي هيكسب هيروح مركز تاني. فبرشلونة قدرت تخطف 3 نقاط من بروسيا على أرضها، وده على فكرة لأول مرة فوز برشلونة على فريق ألماني على أرضه من 2016. فبصراحة رقم كويس جدا لبرشلونة، بقالنا كتير ما شفناش برشلونة اللي هو أرقام بجد. فليك شوية غير حاجات كتير في برشلونة، خلى في أمل شوية، بس برضو عشان الأمل يبقى يكمل معانا لازم إن احنا نجيب صفقات. عايزين صفقات أكيد طبعا، برشلونة عايز صفقات، عايزة مهاجم، عايزة حارس مرمى برضو. اللي انت حضرتك انت جبت تشيزني ما بتلعبوش، طب ليه حضرتك تشيزني ده انت جابه ليه؟ انت مرجعه من الاعتزال عشان يقعد بس لبنيا، ولا ايه؟ مش فاهم. بنيا انا شايفه ان هو مش هيشيلك كل ده، او حتى لما تريتشيجن يرجع مش خلاص. انت تريتشيجن اصلا مستواه اللي هو رايح جاي. انت متخيل بقى بعد الاصابه لما يرجع لك هيعمل ايه؟ لما يرجع من الصليب هيعمل لك ايه؟ فانا شايف ان برشلونه برضو محتاج حارس مرمى برضو يكون قوي انه يشيله في ماتشات زي دي، ومستوى يكون ثابت كمان، اللي هو يكون احسن من اللي عندك. هنتكلم برضو في حته الاوفسايد، ان برشلونه بقى بيستعمل الحته دي كتير جدا. ان انت خط الدفاع بيعدي، بتسيب المهاجمين لوحدهم كده، اللي هو المهاجم يبقى سارح كده، اللي هو بيبقى مطمن، هو متعود خلاص ان هو المدافع لازم يكون لازق فيه. لا، انت برشلونه المدافع بيسيبه يجري، اول ما يشوف الكرسي هتتلعب يروح جاري على قدام، هو جاري على نص الملعب، اللي هو ما يجيش على المرمى بتاعته، لا يجري المدافع يسيب الدفاع ويجري على قدام. ليه بقى؟ لا يا حبيبي، ليه يا حبيبي تعمل كده؟ عشان البس اوفسايد. فانا شايف ان حتى في فرق كتير بقى يعملوا نفس الحته دي، اللي هو شايفين برشلونه، شايفين الحته دي ماشيه مع برشلونه كويس فبيعملها. طبعا حته الدفاع دي بصراحه انا مش عارف هي حته هي كويسه ولا وحشه، بس اللي هي تحس اللي بدات تنتشر في فرق كتير جدا اللي بتلعب على حته الاوفسايد. فانا شايف ان برشلونه لازم يحاول يغير الحته دي بصراحه. هو صحيح في لعبه هي مقطوع فيها، بس مش ممكن اللي هو مش كل مره اللي هو تسلم الجره، مش كل مره انت ممكن تلاقيها تعدي. انت فاهم؟ نشوف ترتيب دوري ابطال. المركز الاول ليفربول معاه 18 نقطه، برشلونه في المركز الثاني معاها 15 نقطه، وارسنال في المركز الثالث معاها 13 نقطه. باير ليفركوزن معاها 13 نقطه،
واستون فيلا معاها 13، والانتر وبريست وليلة معاها 13 نقطة. ده المركز من الاول للمركز الثامن، المفروض دول الفرق اللي صعبة. بس حاليا دوري الابطال بقى يعني مولع جدا. انت متخيل ان الفرق اللي هتكسب من اللي تحت ممكن تنط 3 4 مراكز مرة واحدة؟ يعني كل جولة بنشوف ان دوري الابطال مختلف في الترتيب. بتلاقي فرق نزلت، فرق طلعت. بروسيا بقت في المركز التاسع بعد ما اتغلبت النهارده. حاليا باريس سان جيرمان في المركز 25، اللي هي المفروض تبقى خارج الفرق اللي هي تلعب تصفيات. لسه اللي هو لسه الفريق اللي هتلعب تصفيات عشان تتأهل. فدوري الأبطال حاليا في حالة كده جامدة جدا يعني. احنا هنشوف أمتع كورة ممكن الفترة الجاية في دوري الأبطال، لأن الفرق كلها عايزة تصعد، عايزة في فرق عايزة تصعد ما تلعبش تصفيات، وفي فرق عايزة تلحق نفسها قبل ما تخرج من البطولة أصلا. فالماتشات اللي جاية في دوري الأبطال احنا هنشوف قوة يعني، هنشوف كل حاجة في الكورة حرفيا، بنموت على كل حاجة، والمشاهد هو المستفيد من ده كله. احنا كنا بنتفرج النهارده على مانشستر سيتي على اليوفنتوس. طبعا مانشستر سيتي خسر 2-0 ومن يوفنتوس، وارسنال كسب 3-0. ففي كده حاجه كده ممكن نشوفها في دوري الابطال الفتره الجايه، واتمنى طبعا عوده مانشستر سيتي لمستواها عشان تلعب بقى الكوره اللي احنا عارفينها. ان شاء الله انتظرونا في فيديوهات جايه. متنساش اللايك والسبسكرايب وفعل الجرس، تمام؟ واكتبوا لنا رايكم في الكومنتات. سلام.